كنت حاسة إن الدنيا بتلف بيا. أنا اللي كنت مرتاحة ليه، أنا اللي كنت فرحانة بيه، هو اللي بيرفضني. حاولت أتمسك بأي أمل، قلتله يعني عاوز تقول كل شيء نصيب؟ قام رد بكل برود آه. وفي اللحظة دي ما قدرتش أكمل، السكة اتقطعت في وشه، أو أنا اللي قطعت السكة، مش فاكرة. كل اللي فاكراه إن قلبي اتقطع من مكانه. أكتر حاجة وجعتني إنه هو اللي رفضني. أنا اللي كنت مترددة في الأول، أنا اللي لما شاورت عمتي إداني الأمل والفرحة، أنا اللي كنت بهتم بكل تفصيلة عشان أطلع بأحسن صورة قدامه. وفي الآخر يتصل بيا يقولي كده، ومش يقولي حتى إنه عاوز ينهي كل حاجة، لأ، ده قالي هتصل ندردش شوية، وكأن الموضوع كان بسيط وسهل عليه. بجد موجوعة قوي. كل العرسان اللي بيتقدمولي بيرفضوني، حتى ده اللي كنت مرتاحاله ومرضتش أرفضه وقلت أديله فرصة. يا رب هون عليا، قلبي مكسور وحاسة إنه خدعني. طب ما كنتش شايف فرق السن ليه من الأول؟ ليه وصلتني لحد ما خلاص الشبكة هتتجاب؟ السؤال ده لسه بيقتلني. هل مريت بنفس التجربة المؤلمة؟ شاركونا قصصكم في التعليقات عشان كلنا نتعلم من بعض. وما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة عشان تشوفوا كل القصص اللي بتلامس قلوبنا.